السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الماضي التام المستمر زمان جديد عليك شويه، او مش شويه، هو جديد عليك. لو كنت بالذات طالب مدرسه عربي فانت ما خدتوش قبل كده خالص، ما خدناهوش في اولى او ثانيه او ثالثه. لو كنت لانجويج بتتفرج على الفيديو ده فانت خدته قبل كده. فركز معايا بما ان معظم اللي قدامي دلوقتي طلبه عربي، فاحنا نعتبر ان انت ما خدتش الفيديو ده قبل كده. صدقني بقى وما تصدقنيش براحتك، مش هتفهم كلمه من الفيديو ده لو ما شفتش فيديو الماضي التام، ومش هتفهم كلمه من فيديو الماضي التام إلا لما تشوف فيديو الماضي البسيط، او هتفهم بس يعني مش قوي. فعايزك تمشي بالسيكونس اللي انا ممشيك بده. الترتيب ده مهم جدا جدا جدا. يبقى انت بجد بجد حرفيا النهارده مش هتفهم حاجه خالص الا لما تكون واخد فكره يعني ايه ماضي تام اصلا. لان خد بالك ده ماضي تام بس ماضي تام مستمر، فهو تقريبا نفس الدرس مع شويه فروق. فانا النهارده اصلا مش بدي درس جديد، انا بقارن ما بين هاد والبي بي اللي هي الماضي التام، وهاد بين اي ان جي اللي هو الماضي التام المستمر. تعالى يا مستر، يلا بينا، قول بسم الله، صلي على النبي، افرد ظهرك عشان ما تقتبش. الماضي التام المستمر بيعبر عن فعل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي قبل حدث آخر. يعني إذا لازم يكون عندي كم حدث؟ حدثين. بيكون هو الحدث القديم في الترتيب، يعني لو عندي حدثين القديم بيكون ماضي تام مستمر والجديد بيكون ماضي بسيط. مستر ثواني اقف لو سمحت. انت بتقول نفس تعريف الماضي التام اللي خدناه في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات كمان. ما هو نفس التعريف بالظبط ونفس الاستخدام بالظبط. بيكون عندي ترتيب احداث في الماضي، بيكون حدثين على الاقل، القديم بيكون ماضي تام مستمر والجديد بيكون ماضي بسيط. يا مستر ايه ده؟ فهمني. طب ازاي؟ ركز معايا قوي، هم 3 افكار بالظبط، بس ال3 افكار دول حاضرنا فيهم الماضي التام. احنا النهارده زي ما قلت لك بنقارن ما بين الماضي التام المستمر والماضي التام العادي اللي هو هاد والبي بي. ايه اللي هيحصل؟ هو ترتيب احداث زي ما اتفقنا، حدث قديم وحدث جديد. القديم بيكون ماضي تام مستمر والجديد بيكون ماضي بسيط. ولكن دايما هيديك حاجه في الجمله هتزيد تحسسك او تعرفك ان انا طولت في الحدث. ههتم قوي بالديوريشن، ههتم بالفتره اللي استغرقها الحدث، مش ههتم بانجازه، مش ههتم بقفلته. لا فهمنا عشان انا مش فاهم حاجه. هقول لك مثلا after I had studied، ادي after بعدها ماضي تام زي ما انت عارف. I slept، جملة عادية جدا جدا. في after اللي بعدها ماضي تام، بعد ما ذاكرت نمت. تاني كده، بعد ما ذاكرت نمت. خد الجملة دي ماضي تام مستمر. هقول after I had been studying for 2 hours I slept. ايه الفرق الواضح جدا جدا اللي خلاني هنا حطيت بعد افتر ماضي تام وخلاني حطيت هنا بعد افتر ماضي تام مستمر؟ دي for 2 hours. ترجم كده، بعد ما ذاكرت نمت. اللي بيقول الجمله دي عايز يوضح لك انه خلص مذاكره، قفل، انجز. هنا مهتم بالانجاز بتاع المذاكره، انا اللي عليا عملته بعد ما ذاكرت نمت. عارف الجمله دي بتتقال امتى؟ بتتقال لما انت تكون ما عملتش اللي عليك ومامتك او باباك مثلا يسالوك ايه ذاكرت؟ قعدت اذاكر ساعتين ونمت. ايوه يعني خلصت اللي عليك ساعتين ونمت. ايوه يعني انت انجزت اللي عليك كله ساعتين ونمت. وكانك عمال تهرب من الانجاز وعايز توضح لي بس وتركز على انك طولت قعدت ساعتين. فهنا طالما ركزنا على الديوريشن، ركزنا على الفترة اللي استغرقها الحدث، ما ركزناش على إنجازه، يبقى الكلام ماضي تام مستمر. فبسبب for 2 hours دي قلنا after I had been studying، ما قلناش after I had studied. دي أول فكرة وأهم فكرة. بعد ما ذاكرت نمت، مفيش تفاصيل، مفيش رغي في الزمن. بعد ما ذاكرت نمت، بعد ما قعدت أذاكر ساعتين نمت. طب مثال كمان يا مستر، تعالى نقول مثلا before I slept. مستر انا ملاحظ انك بتستخدم روابط الماضي التام. ما انت خلاص بقى فهمت، هي تقريبا نفس الدرس بنفس الروابط، بس مع فكره ان انا بس الماضي التام المستمر ده بطوله سيكا، بمط في الحدث سيكا، او اديك ايحاء ان الحدث ده قد ايه طول وقد ايه كان طويل. before I slept I had مثلا
read a book. ايه اللي حصل هنا؟ قبل ما انام قريت كتاب. قريت كتاب، خلصته، انجزته، يبقى هنا had read. طيب عايز احط ماضي تام مستمر، الجمله هتكون شكلها ازاي؟ before القلم بيهيس I slept I had been reading for 3 hours. ايه اللي حصل؟ على فكره اللي حصل هنا واللي حصل هنا، بس القصه كلها فرق انت مركز عليه. هنا انت قبل ما تنام قريت كتاب، مركز على الانجاز ان انا خلصت كتاب، قفلت كتاب. انما هنا قبل ما انام انا قعدت اقرا 3 ساعات. اديتك هنا الايحاء او اديتك الفكره بان انا ركزت على ان انا قعدت 3 ساعات اقرا، فحسستك او عرفتك ان الحدث ده طول وخد مني 3 ساعات. اكيد اللي فوق برضو طول برضو، يعني اكيد الكتاب نفسه قرايته طولت، ولكني فوق انا مش مهتم بالديوريشن، انا مهتم بالاتشيفمنت، مهتم بقفله الحدث. يبقى اذا لما تلاقي الحدث القديم بعد بقى افتر هنا من بيفور الكلام ده، لما تلاقي الحدث القديم مديك ايحاء ان الحدث ده طول شويه مني، اعرف انك عايز ماضي تام مستمر اللي بيتكون من ايه؟ بيتكون من had been والفيرب ing. ودي اول فكره واهم الفكره الرئيسيه والاساسيه بتاعت الماضي التام المستمر. هديك حاجه بقى كلابي، مش احنا اصلا بنموت في الحاجات الكلابي دي، حاجه هتفرق معاك جدا جدا وتخلص لك الكلام في الزمن ده، بتيجي كتير جدا في الامتحان. لو لقيت عندك all او رقم زائد فتره او اي حاجه بتدل على زمن، اي حاجه بتدل على وقت، كله نفس الكلام، ده بيساوي انك عايز ماضي تام مستمر اللي هو had وبن وفيرب واي ان جي. ولكن مهم جدا اللي بكتبه ده، مهم جدا، ولكن لو سيادتك لقيت all او رقم ولقيت بعدهم شيء تم انجازه، مش هحط فتره زمنيه ولا هحط وقت ولا هحط اي حاجه، بقول شيء تم انجازه، حاجه انا خلصتها، يبقى انا عايز مين؟ يبقى انا عايز ماضي تام. القلم بدا يهيس، اللي هو بيتكون من هاد والبي بي. فهمني؟ طبعا هفهمك وهديك امثله. تعال لما اقول لك مثلا before I slept I know التهيسه دي ثانيه واحده. before I slept I not all night. وهقول لك تحت مثال تاني. before I slept I not all the book. في الاختيارات دي واحدة منهم هتكون ماضي تام عادي، هتكون had read، واحدة منهم هتكون ماضي تام مستمر اللي هو had been reading. بكل بساطة ايه الدلالة اللي عندك؟ انا دلوقتي عندي before بعدها ماضي بسيط، ما اختلفناش في الناحيتين، عندها ماضي بسيط. الناحية التانية انت عندك ايه يا عم؟ انت عندك هنا all، الله حلوة دي، وعندك هنا برضو all. اطلع للمكتوب فوق كده، لو جالك all او رقم زائد فترة او زمن او وقت اللي هو مين؟ عندك كلمة night. night ده عبارة عن ايه؟ الليل ده عبارة عن ايه؟ شيء تم انجازه وانهائه ولا وقت وفترة؟ فترة. يبقى انت عايز ماضي تام مستمر، يبقى الاجابة had been reading. ترجم جملتك كده، قبل ما انام قعدت اقرا طول الليل. بديك برضو الايحاء الاصلي بتاع الزمن ده، طول القرايه خدت مني طول. طب هنا قبل ما انام I not all the book، انت عندك هنا all، ماشي يا مستر، مالها بقى اللي جاي بعدها؟ the book.
هل booked عباره عن فتره او زمن او وقت؟ لا، ده شيء تم انجازه، شيء تم انهائه. ترجمه الجمله دي: قبل ما نمت انا خلصت الكتاب كله، يبقى had read، قريت الكتاب كله. مهمه جدا دي. هنا ما ادالكش duration، ما اهتمش ان يقول لك انا قعدت اخلص في قد ايه، ماشي، يهتم ان هو خلص الكتاب كله. مهمه جدا 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 بشكل انت مش متخيله. طب مستر اديني مثال تاني. اديك عينيا، مش مثال تاني، تعال. ماشي، احنا مسحنا القاعده اللي فوق، هكتبها تاني معلش عشان تبقى قدام عينينا. all او رقم زائد شيء تم انجازه، ده بيساوي ماضي تام اللي هو الناحيه الثانيه had والبي بي. اديني الاصفر ده لو سمحت. ممكن يا مستر انت اديتني مثال على اول، ممكن نحط مثال على رقم، نحط مثال على رقم، ما عنديش مشكله. لما اقول لك مثلا before، خلينا بنفس المثال عشان نطلع منه كل حاجه. تثبيت المثال ده بيفرق قوي، بيفهمك. before I slept I not for 6 hours. واديك مثال تاني تحت واقول لك before I slept I not 6 pages. ها برضو انا عايز الفعل بتاع reading. قبل ما انام انا ايه 6 ساعات قعدت اقرا 6 ساعات. وعندك 6 ده عباره عن ايه؟ عباره عن رقم. ايه اللي جه بعد الرقم؟ الساعات دي عباره عن ايه؟ الساعات دي عباره عن وقت، مش شيء تم انجازه. يبقى before I slept I had been reading. طب تحت هنا قبل ما انام انا كنت عمال اقرا 6 صفحات، ده مش معنى منطقي. قبل ما انام انا قريت 6 صفحات، يبقى I had read. وهنا الرقم اللي هو 6 جاي بعده ايه؟ pages، والبيجز دي ده شيء تم انجازه. اعتقد دي سهله جدا جدا وواضحه ومهمه برضه، مهمه جدا جدا جدا. يبقى لحد دلوقتي قلنا فكرتين عن الماضي التام. الفكره الاساسيه اصلا دي مش فكره، ده اصلا استخدام الزمن ده ان يكون في حدث قديم حصل مع حدث جديد، برضه يكون في ترتيب احداث قديم وجديد، بس القديم هيديني ايحاء ان هو حدث طول شويه، هيهتم ويصب تركيزه على الديوريشن مش على الاتشيفمنت، على الفتره اللي خدها الحدث مش على الانجاز او الانتهاء بتاع الحدث. وقلت لك دي مهمه جدا 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 اللي انا كاتبه ده. وانتوا بتحبوا الحاجات دي، بتحب الحاجه اللي تسهل الدنيا عليك، مش ما افضلش احفظ كل حاجه، ما افضلش افهم كل حاجه. انت ممكن تحفظ الحفظ اسهل بالنسبه لك. قول او رقم زائد فتره او زمن او وقت، كل الحاجات دي حاجه واحده اللي هي فتره زمنيه duration. بتبقى عايز ماضي تم مستمر هات بين اي ان جي. اما اقول لو رقم زائد شيء تم انجازه انت عايز ماضي بسيط اللي هو هاد والبي بي. خش معايا على اخطر فكره في الزمن ده، اخطر فكره حرفيا. ايه يا مستر اخطر فكره؟ هي اخطر فكره فعلا لسبب بسيط، يعني محتاجه منك شويه تركيز. تفسير حالات الماضي. تاني، تفسير حاله في الماضي. في حد كان في حاله معينه في الماضي، ايه اللي حصل؟ لما تساله يعني ايه اللي حصل لك كذا امبارح، انت كنت زعلان امبارح؟ اصل احمد شتمني، اتخانق معايا. انت كنت زعلان امبارح في الماضي لان احمد شتمني قبلها، يبقى الحدث القديم ده هيكون ماضي تام او ماضي تام مستمر. هنشوف واحده واحده. دلوقتي هقول لك he was free. دي الحاله اللي قصدي عليها، دي قصدي بكلمه تفسير حالات في الماضي. حاله انسان معين اللي هو كان فاضي. لما سالناه ليه يا عم انت كنت فاضي، يبقى because he had done homework. اصل انا عملت الواجب. طبعا ايه اللي حصل الاول؟ الواجب اتعمل. طيب يجي حد تاني نقول عليه he was wet. wet يعني مبلول. ليه يا عم؟ اصل he had been washing his car.
ركز معايا عشان كلام مهم جدا جدا جدا. قبل ما تحير نفسك وتقعد تسأل نفسك أسئلة مش هتوديك ولا هتجيبك. he was free في الماضي ده تفسير حالة، دي حالة في الماضي. he was wet في الماضي دي برضو حالة في الماضي. دي تفسيرها كان had done يعني ماضي تام. دي تفسيرها كان had been washing يعني ماضي تام مستمر. حد يجي يقول لا مستر معروفة عشان الغسيل ده خد فترة وخد وقت. حبيبي طب ما الواجب خد فترة وخد وقت، الواجب برضو بيطول شوية. السؤال هنا ليه لما هما نفس الفكرة، واحد كان فاضي في الماضي وواحد كان مبلول في الماضي، ليه تفسير الجملة دي كان ماضي تام وتفسير الجملة دي كان ماضي تام مستمر؟ مهمة جدا 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 جدا. هسكت ثانيتين كده يمكن تفكر. وهم نفس الفكرة، ترتيب أحداث. ده كان فاضي لما سألته قال ليه؟ أصل أنا عملت الواجب قبلها فبقيت فاضي. وده كان مبلول ليه؟ أصل أنا غسلت العربية فبقيت مبلول. يا رب يا رب يا رب تفهم اللي هقوله دلوقتي، عشان دي حرفيا انا بسميها اخطر فكره في الدرس، لان الموضوع مش معتمد على حفظ خالص، هي دماغك. والجمله بتكون محتاجه منك 20 30 سنه عشان تحلها. فهمنا مستر لو سمحت. he was free، الشخص ده كان فاضي. لما سالنا انت كنت فاضي ليه؟ كنت قاعد فاضي ليه امبارح مثلا؟ اصل انا كنت قبلها عملت الواجب. السؤال هنا الفاضي ده، الاثر ده، الحاله دي ظهرت بسبب ايه؟ بسبب انه بدأ يعمل الواجب ولا بسبب انه خلص الواجب؟ اكيد عشان خلص الواجب. هسأل سؤال مهم قوي، ركز بالله عليك في اللي بقوله دلوقتي. يعني الشخص ده انا لو كنت رحت له امبارح في نص عمل الواجب وهو بيعمل الواجب وسألته انت فاضي؟ هيقول لي لا مش فاضي عشان انا بعمل الواجب. يبقى اذا الاثر ده ما ظهرش الا بعد نهاية ده ما حصلش الا لما ده انتهى. لو الوصف اللي انا قلته ده حصل يبقى انت عايز ماضي تاني. طب مستر دي ايه؟ he was wet يعني ايه؟ يعني كان مبلول. كان مبلول ليه؟ بسبب ان غسيل العربية انتهى ولا بدأ واستمر؟ بدأ واستمر. لا فهمني اكتر. هقول لك نفس السؤال اللي سألته لك فوق. يعني الشخص ده انا لو كنت عديت عليه في نص الغسيل بتاع العربية كنت هلاقيه مبلول؟ لان موضوع البلل ده اللي هو الاثر ده او الحالة دي مش بيظهر بسبب نهاية ده بيظهر بسبب بداية واستمرار ده. لو الحالة دي حققناها يبقى انت عايز ماضي تام مستمر. الفراغ ما ظهرش الا بعد انتهاء الواجب. البلل المية ما جاتش عليك عشان ده انتهى، لا ده بدأت تيجي عليك مع بداية غسيل العربية واستمرارها. السؤال المهم يعني لو كنت عديت عليه وهو في نص غسيل العربية كنت هلاقيه مبلول؟ لما الاثر بيظهر بسبب النهايه بتاعت الحدث اللي قبله يبقى انت عايز ماضي تام. لما الاثر بيظهر بسبب بدايه واستمرار الحدث اللي قبله يبقى انت عايز ماضي تام مستمر. اديك سؤال عشان الاسئله هي اللي هتشغل دماغك. هقول لك مثلا خلينا اسود زي ما احنا. My mother was covered in dust. امي كانت مطربه، روحت البيت لقيتها مطربه، انا مش عارف اغير اللون ليه. because she not. وراح مديك اختيارين جمال قوي. طبعا بيكون عندك 4 اختيارات بس دول اللي هيحيروني يعني. because she had cleaned ولا had been cleaning. بكل بساطة هتسأل نفسك سؤال بسيط قوي. الحالة اللي ظهرت على أم دي اللي هي التراب، إنها كانت مطربة، ظهرت بسبب إيه؟ بسبب إن هي نظفت، صح؟ طب اسأل نفسك سؤال بقى. التراب بيجي على ماما بعد ما تخلص تنظيف خالص ولا ممكن يبدأ يجي عليها مع بداية التنظيف واستمراره؟ الإجابة المنطقية إن التراب بيجي عليها واحدة واحدة. أول ما تبدأ مع أول تنفيضة في الشقة يبدأ التراب يجي عليها ويفضل التراب يجي عليها ويستمر طول ما هي شغاله. يعني اذا موضوع ان هي مطربه ده، موضوع ان عليها تراب، جه بسبب نهايه التنظيف ولا بدايته واستمراره؟ بدايته واستمراره. يبقى احنا عايزين الحاله الثانيه، يبقى انت الاجابه بتاعتك هتبين كلينيك. كمان واحده. خلينا عايز اغير اللون، ماشي. لا ده هيكون معاكس مع اللي فوق. his clothes were dirty. لبسه ما كانش نظيف. because
he not his car. واروح مديك اختيارات، اقول لك had mended ولا had been mending. هتسأل نفسك نفس السؤال اللي سألناه فوق. ده واحد حالته في الماضي، لازم الحالة تكون في الماضي، لازم يكون في ماضي بسيط. هدومه ما كانتش نظيفة. ده هدومه ما كانتش نظيفة ليه؟ اصله كان بيصلح عربيته. السؤال هنا عدم نظافة هدومه، الشحم اللي هيجي على هدومه، اي حاجة هتيجي على هدومه توسخها، ده بيجي بعد انتهاء التنظيف. يعني هو الراجل خلص التصليح خالص، قعد يصلح عربيته، يصلح واول ما خلص تصليح هدومه اتوسخت. ده كلام مش منطقي. يبقى اذا الوسخ اللي على هدومه دوت، او القذاره اللي جت على هدومه جت مع بدايه التصليح ومع استمراره، يبقى الاجابه had been mending. والله العظيم فكره سهله بس محتاجه شويه تركيز. من الاخر، لو الاثر ده ما ظهرش الا بعد نهايه ده، يبقى اللي انتهى ماضي تام. لو الاثر ده ظهر مع بدايه واستمرار ده، يبقى انت عايز ماضي تام مستمر. نفس الفكره دي ركز معايا كويس قوي فيها، عشان في يونت 7 الفرق ما بين المضارع التام والمضارع التام المستمر. هقول نفس الكلام ده بس مع تغييره بسيطه قوي قوي قوي، فعايزك تفتكر ساعتها ان انا كنت بشرح حاجه شبيهه، بس هيكون في تغيير اكيد لان بتكلم في مضارع تام ومضارع تام مستمر، مش ماضي تام وماضي تام مستمر. اتمنى ما اكونش اتلخبطت من اللي انا قلته دلوقتي. خلينا على اللي احنا ماشيينه، ان احنا النهارده بنتكلم في ماضي تام وماضي تام مستمر، وهفكرك في الفيديو بتاع المضارع التام والمضارع التام المستمر. احنا كده خلصنا زمن الماضي التام وزمن الماضي التام المستمر. الموضوع خد مننا 3 فيديوز، فيديو اساسي للماضي التام، فيديو بعد كده لتريكات الماضي التام وافكاره المهمه جدا جدا جدا، وفيديو للماضي التام المستمر اللي بتكلم فيه عن 3 افكار اساسيه. نفس فكره الماضي التام، ان ترتيب احداث وحدث قديم وجديد، بس القديم هيكون مطول شويه. تاني حاجه قلت لك، لو عندك all او رقم زائد فتره مده، ماضي تام مستمر. all او رقم زائد شيء تم انجازه، يبقى انت عايز ماضي تام. تفسير الاحداث في الماضي، في حاجه حاصله في الماضي، في حاله في الماضي، لو الحاله دي حصلت بسبب انتهاء حدث قبلها يبقى ماضي تام بس. لو الحاله حدثت او حصلت بسبب بدايه واستمرار حدث قبلها، يبقى انا عايز ماضي تام مستمر. الفيديو خلص والماضي التام ماضي تام مستمر خلصوا. اتمنى يا رب يجعل ده بفايده وتكونوا فاهمين وتكونوا كويسين. تابعوا جروب التليجرام، عشان جروب التليجرام عليه عظمه حرفيا، عليه اسئله كتير جدا جدا هتفيدنا وهتفرق معانا. بس ومش هزهق وهقول لك عشان تحقق حاجات عظيمه في بدايه كل حاجه عظيمه هتوصلها لحياتك، لازم يكون في ايام زي دي محتاجه منك صبر ومحتاجه منك جدعنه. السلام عليكم.